متابعي قناة الوطنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد متجدد من صارت الشان، برنامج يرافقكم طيلة فعالية كأس أفريقيا للمحليين بحضور نخبة من الوجوه الرياضية والإعلامية في الجزائر. في عدد اليوم المستجدات من الشان كل ما يسر في هذه المسابقة الإفريقية نطرحها هنا في النقاش بطرح إعلامي محترف. الكاف تحدد مكان وموعد الإعلان عن البلد الذي سيحتضن كان 2025. ما هي الدلالات والأبعاد لهذا القرار؟ نناقش أيضا الخضر ومجيد بوقرة، فريق بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المنشود. رابح مجار أسطورة كروية خالدة بين الخذلان والعرفان. التحكيم الإفريقي أو تحكيم الجزائري يبصم على مشاركة مميزة في الشان الحالي. كل هذه المواضيع يرافقني في تقديمها، في نقاشها، في تحليلها على يمين المتألق رفيق. مرحبا يا وحيد. شكرا، يعطيك الصحة نبيل. شكرا لك رفيق. واحد أحد الأقلام المميزة وأحد أو أحد الصحفيين الجزائريين المميزين، نسعد دائما بتواجده هنا في سهرة الشان. عبد الرزاق حلالشي الخبير في عالم ومجال التحكيم والحكم السابق، مرحبا. مرحبا الأخ نبيل، مرحبا بأخونا رفيق، وتحية لجمهورنا الرياضي الكريم. تحية لجمهورنا الكروي العريض وكل متابعي قناة الوطنية في سهرة الشان يوميا بداية من 9:30 ليلا إلى غاية 11 إلا ربع ساعة وربع من الزمن، نطرح فيها أهم المستجدات، أهم الأصداء، أهم الأخبار من نهاية كأس أفريقيا للمحليين. نفتتح الموضوع مع رفيق، مع وحيد الصحفي المميز. الكاف حددت تاريخ وموعد الإعلان عن هوية البلد الذي يحتضن كان 2025. البلد هو مصر. التاريخ منتصف شهر فبراير. تداولنا في الأيام القليلة السابقة حول إمكانية أن يكون هذا القرار من أرض البلد الجار في وقت نهائيات أو موندياليتو كأس العالم للأندية. الكاف عن طريق الأذرع الإعلامية تم تسريب هذا الخبر يقول أن الكاف ستحدد هذه أو هوية البلد المحتضن في شهر فبراير، منتصف شهر فبراير، وفي بلد اسمه مصر الحبيبة. تداعيات ودلالات هذا التغيير رفيق؟ لا، أولا أعتقد أن الكاف وجدت نفسها مضطرة في حرج كبير بسبب ما قام به الاتحاد المغربي لكرة القدم. لا أقول بسبب الخلاف بين الاتحاد الجزائري والاتحاد المغربي أو الخلاف بين الجزائر والمغرب، أقول بسبب المغرب. لماذا؟ تحجج بالناقل الرسمي والخطوط الملكية المغربية على أساس أنه المنتخب المغربي يجب أن يتنقل في كل خرجاته عن طريق الناقل الرسمي والأرام، وبالتالي منح لنفسه عذرا غير صحيح على أنه تعذر عليه القدوم إلى الجزائر، ونعرف شنو تداعيات ذلك. يعني المغرب معرض ربما لعقوبة. أعتقد أن الكاف في تلك الفترة خاصة عن طريق رئيسها موتسيبي شعر بحرج كبير، خاصة أنه المغرب حب يعني يقطع الشك باليقين أو يتلاعب ويختبئ وراء حجج وهي ويقول عندما قال انه دون لارام احنا ما نجيش للجزائر. يعني تعدى الجانب الرياضي، وهنا لاكاف شعرت بحرج، واعتقد انه حبت تصيب حل وسط والمغرب رفض. ثم جاء البيان عن الجامعه المغربيه الملكيه انه يحتجوا على ما قيل على انه يعني حفل افتتاح الشان فيه جانب سياسي. شفنا حفيد مانديلا وهو مدعو، يعني من المدعوين الكبار، يعني يمثل يعني جده هو رمز المقاومه في افريقيا. تكلم على استقلال الصحراء الغربيه وفلسطين، وهذا اكيد يمثل الضيوف. يعني الجزائر ما داستش على لوائح الكاف، وبالتالي ارادوا اعطاء بعد سياسي للقضيه. واعتقد انه الكاف مع تسلسل الاحداث اقتنعت بان المغرب لم تكن لديه نيه في القدوم، ولكن كان يريد يعني تسييس الشان والخروج يعني يحط لاكاف تحت ضغط شديد. وبالتالي علاش درت هذا العرض اليوم؟ والسؤال ربما كان غير ذلك، لانه قبل الشان كان هناك حديث عن
البلد الذي سيخلف غينيا الاحتضان كان 2025. كانت هناك مؤشرات، قلت لا نقولش مؤشرات، نقول على الاقل اخبار تقول بانه الكفه ستميل لصالح المغرب، لان المغرب عضو في المكتب التنفيذي، لانه لعبه الكواليس، لانه دايرين اللوبينغ، لاننا نحن غائبون على مصدر صناعه القرار على مستوى الكاف، وهذه حقائق ثابته. كانت مؤشرات تقول بانه المغرب لكوليس راح يدوا تنظيم كان 2025، رغم ان الماده 23 من لي ريغلمون دابليكاسيون دي ستاتيو ما تعطيهمش هذا الحق، لانه اللي خدا فرصه التنظيم تروح له الاولويه. بعد يعني خروج الجزائر اقول منتصره من هذا المأزق اللي حاب المغرب تحطوا فيها، اعتقد انه الكاف تغيرت المعطيات. ما دام الكاف اليوم نحات يعني غيرت موعد اعلان البلد الذي سيحتضن كان 2025، نحتها يعني من لو 10 فبراير، يعني نحتها من المغرب، لانه ضربه موجعه مؤشر كبير، يعني مؤشر في صالح الجزائر. واضح. كان من المفروض، وهذا خطأ من طرف الكاف، عرس افريقي ما تعلنش على بلد يحتضن عرس افريقي في عرس تاع الفيفا، عرس عالمي اللي من لو بروميير لو 11 كاين لا كوب دي موند دي كلوب، كي تدخل لو 10 صافي دي سيستيماتيكمون بلي احتضنوا في المغرب. لو فات ربحنا هذه المعركه، هما جاوا يحسبوا يعني خسروا في الافير، خرجنا بمكاسب ومكاسب كبيره، ابرزها على الاقل انه الكاف اضطرت الى يعني اختيار تاريخ جديد، يعني في بلد اخر اللي هو بلد مصر مقر الكاف، لتفادي كل التأويلات. وبالتالي يوم ربما 15 اعتقد يوم 15 مش 10 في المنتصف في شهر فبراير يعتبر مكسب لنا. وبالتالي اعتقد انه الكاف ما حبش تكون في حرج امام البلدان المترشحه، ما تعلنش على من يستضيف كان 2025 في بلد هو اصلا مترشح. واضح. عبد الرزاق حلاشي، عندما نتحدث عن وجود الجزائر افريقيا من قبل الاتحاد الجزائري، نتحدث ايضا عن تواجد الجزائر تحكيميا في دول افريقيا، ومن خلال دورة الشان الحالي يمكن ان نقول انه شان الجزائر اعاد الهيبه للتحكيم الافريقي الذي فقد البوصله في بطولات افريقيا ودوري الابطال وكاس الكاف. لا كي نتكلموا على ولا نتكلموا على التحكيم الجزائري، التحكيم الجزائري شوف في فرض وجوده هذه سنوات من قبل على المستوى القاري في التحكيم الافريقي في الشان. التحكيم الافريقي في الشان كلام اخر. اليوم نشوفوا التحكيم الافريقي على مستوى الشان، شفنا كاين واحد توازن تاع تركيبه، كاين منهم الحكام اللي عندهم تجربه، وكاين جيل جديد اللي حطوه في هذه التركيبه الجديده اللي راهي في الشان. شفنا باللي التحكيم حقيقه في هذا الشان شفنا التحكيم مميز، التحكيم الافريقي، ولانه الاعلان انه هذا الشان راح تكون على حسب واش يقولوا اخر شان، هذا راح يكون خساره كبيره للاعبين المحليين حتى للحكام، لانه باش يكون في للمعلومه ان الشان هي فرصه للبروز لبعض الحكام اللي يكونوا في المستوى بي. نعم الكاتيجوري بي. هنا كيما وصلت لها الامور من قبل حتى مع الحكام تاعنا اللي راهم يبرزوا اليوم على المستوى حتى المستوى العالمي، منهم غربال ولا غدوه ان شاء الله يكون غربال وقراري، ويكون حتى بالبراهم الحلو. اليوم انا نشوفوا بكواسه راهو في الشان قدم في مستوى لا باس. نعم دار مباراه بين منتخبين اللي نعرفوهم الكوت ديفوار والسينيغال، دار مباراه في المستوى، شفنا بلي بدون بطاقات، اعلن على ضربه جزاء، شفنا راح للفار ورفض هدف وتقنيه الفار ستستخدم لاول مره في نهائيات كاس افريقيا للمحلي. نعم لانه كانت المناسبه طاحت هذه المره اللي كانت كاول تجربه. في السابق لم يكن هناك تقنيه الفار. نعم كانت اول تقنيه الفار هي في كان الكاميرون في ربع النهائي بداوا في 2022. نعم في ربع النهائي. اليوم شفناها من البدايه كانت، وهذا الشيء شيء جديد وجميل للدوره هذه اللي راهي توقع في الجزائر. وما يخفاش انه كي نتكلموا على الفار تما نتكلموا على الامكانيات.
هنا كي شافوا الامكانيات والشيء كل الامور مواتيه باش يكون الفار، داروا الفار من اول مباراه، وهذا الشيء قلت لك يدل بلي ان المنشات راهم في المستوى. المنشات الجدد مفروغ منهم، نقولوا ملعب ميلود هتفي في وهران ولا ملعب نيسون مونديلا في بالرقي في الجزائر، حتى الملاعب عنابه وقسنطينه شفنا باللي كانت جديد وكانت رغبه بانه يكونوا الامور في نهائيات الكان الفائته، في اول مباراه، ثاني مباراه، ثالث مباراه يكون في احترازات من قبل الفرق او من قبل الجماهير على التحكيم. الان لحد الان لعبت حوالي 14 مباراه، ما شفنا ولا جمهور وما شفنا ولا مدرب لمنتخب افريقيا احتج على قرارات التحكيم. لهذا قلت لك انه ربما الشان الحالي اعاد الاعتبار للتحكيم الافريقي بطريقه او باخرى. شوف كنت اخ نبي كنت كما الاحتجاج كما نقول لك بلا ما نشعروا تجينا البطوله الجزائريه ويجينا اللاعب الجزائري، لاننا شفنا المباريات حقيقه واش تقول اليوم لعبوا 11 مباراه، بالمباراه اللي تلعب 12 شفنا باللي كاين 25 بطاقه صفراء في 11 مباراه بمعدل 2 الا قليل في كل مباراه، وهذا شيء 2.16 في كل مباراه. شفنا باللي هذا الشيء هدايا يدل انه كاين شقين في هذه القراءه. نجاح الحكام في تسيير المباريات، نشوفوا باللي الحكام راهم يحكموا بالمفاهيم الحديثه تاع التحكيم، وهذا شيء مهم باش نشوفوا التحكيم الافريقي راه يمشي مع المفاهيم الحديثه تاع التحكيم. هذا اول شيء. وثانيا نشوفوا باللي طريقه اللعب وطريقه تعامل اللاعبين الافارقه في نجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إقناع موهبة برشلونة الشاب لامين يامال النصراوي باللعب للمنتخب المغربي في الاستحقاقات المقبلة. وكشفت مصادر إعلامية نقلاً عن المدير الرياضي للاتحاد المغربي لكرة القدم البلجيكي كريس فان بويفيلد أن لامين يامال النصراوي قد وافق على تمثيل المنتخب المغربي، حيث سيجري الحاقه بمنتخب أقل من 17 سنة، على أن يتدرج بباقي فئات المنتخب المغربي في أفق الوصول إلى أسود الأطلس. وينحدر لامين يامال النصراوي البالغ من العمر 15 سنة والمولود في منطقة ماترو شمال مدينة برشلونة من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية. وسبق لوسائل الإعلام الإسبانية أن أشادت باللاعب لامين يامال النصراوي، حيث باتت تلقبه بميسي الصغير، خاصة بعدما فسح له المدرب تشافي هرنانديز فرصة خوض التدريبات رفقة الفريق الأول. وكان والد لامين يامال النصراوي قد زار مؤخرا ملعب محمد السادس لكرة القدم، حيث وضع اللمسات الأخيرة على انضمام نجله لمنتخب بلده الأصلي بشكل رسمي. يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تواصل مراقبة المواهب الكروية المغربية عبر كشفيها المنتشرين في أوروبا، حيث تعمل على إقناعها باللعب لأسود الأطلس بدل منتخبات بلدان الإقامة. على خلفية الإنجاز التاريخي الذي حققه في كأس العالم قطر 2022، تلقى المنتخب المغربي لكرة القدم عرضاً من أجل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 والتي ستقام العام المقبل. واستناداً لما نقلته تقارير متطابقة عن مصادر من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد تلقى المنتخب المغربي عرضاً من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كونيمبيول من أجل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 خلال الفترة المقبلة. ويختار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم منتخب خارج القارة من أجل المشاركة في كوبا أمريكا خلال كل نسخة مختلفة. ونجح المنتخب الوطني المغربي بقيادة وليد في لفت أنظار العالم في مونديال 2022 وحصوله على المركز الرابع، وأن يحقق المفاجأة بإقصاء إسبانيا والبرتغال من دور 8 وربع نهائي المونديال.
جدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين هو حامل لقب كوبا أمريكا في نسخته الأخيرة، بعد أن قدم نسخة ملحمية بقيادة النجم ليونيل ميسي، والفوز على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ماراكانا بهدف دون رد.